عاوز اعرف انت هتعتزل امتى؟ يعني انت مش عايز تعتذر غير لما تموت كل جمهور الاهلي؟ وايه التغييرات الحنكه جامده قوي دي يا عم كولر؟ يعني انت شايف ان وسام ده اكتر واحد بيضغط واكتر واحد ايجابي وشغال عندك، وحسين هو اللي ممكن يخلص لك الماتش في اي وقت، طاهر كان بيدافع كويس بس في النص الهجومي ولا عارف يستلم ولا عارف يباصي ولا عارف يعمل اي حاجه، تقوم انت بقى بحنكتك وانت بقى عشان انت ايه بقى الصقر بتاعنا، تقوم انت مطلع وسام ومطلع حسين من الملعب وسايب لنا طاهر 92 دقيقه. انت كان ايه في دماغك؟ لا ومنزل ايه بقى؟ ايه؟ قفشه وكهربا. طب قفشه شغال ماشي ما اختلفناش، هو نص ملعب انت منزله وقمت حاطط بقى ايه امام وينج شمال وقمت مخري شويه كده، بس انت عاوز ايه؟ يعني انت عاوز ايه لما طلعت وسام وحسين؟ انا حاسس ان انت كنت مزنوق قوي عايز تعمل حمام قوي قوي، يعني مش قادر بقى تموت تعمل حمام، فقررت ان انت تعمل بيبي في الملعب فقمت مطلع وسام وحسين. هي دي المنطق الوحيد اللي انت تطلع فيه الاثنين دول وتسيب لنا طاهر 92 دقيقه. وبعدين هو طاهر، يعني انت ليه مقتنع ان طاهر يلعب اساسي على بيرسي تاو في الماتشات اللي زي كده؟ بيرسي تاو نزل عمل شويه شقاوه لوحده من غير بقى وسام ومن غير امام ومن غير حسين، وامام كان خلاص مشطب كوره يعني تعب. فانت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه من التغييرات اللي انت عملتها؟ وبعدين كهربا شوف بقى اللي انت كنت محزوق قوي فيه عشان تنزله، كهربا اصلا ما ينزلش في ماتش دوري مقفل، مش هنزله في نص نهائي انتر كونتيننتال اللي كنت محزوق قوي فيه. راس الحزقه ماسكاك بقى، قام عمل هو ايه بقى الباشا؟ قام مضيع كوره انفراده قدام الجول. طبعا دي لو جت وسام مش عايز اقول لك كان ايه اللي هيحصل، ولا حسين كان هيخلي الشبكه تزغرط. قام بقى كهربا لعب باليه وطلعها بره العادي، يعني ما انت ما تستغربش لما دي تضيع. حتى ضربه الجزاء اللي المفروض بقى بيرسي تاوي يشوط عشان نخلص الماتش، او عامر السوليه وكلنا كنا بنقول كده، حضرتك علشان انت حنيوك قوي يا كولر تقوم مخلي كهربا يشوط. كهربا عمل ايه؟ العادي طبعا، هو لا بيعرف يشوط ضربات جزاء ولا هو مهاجم ولا هو خلاص ده عامل فورمه ابو انس السوري اصلا، كنابه وكرشه مدلدلين، وانت منزله في نص النهائي يضيع لك كوره ويضيع لك ضربه جزاء وخرجنا اهو. انت تستاهل وانت اللي هتشيل الليله، عشان انت نزلت لاعب المفروض ما يلعبش اصلا في الدوري، المفروض يطلع بره النادي، المفروض يعتزل كوره خالص، قمت منزله في نص النهائي اهو ضيعك وما كسبكش وضيع ضربه الجزاء. فانت تستاهل كل حاجه. انت عملت شويه تغييرات زي الخرا من اول ما طلعت حسين وسام، انت عزلت النص الهجومي اتظبطت شويه مع نزول بيرسي تاو، ما كنت تنزل بيرسي تاو مع وسام وحسين كنت هتلاقي الدنيا فيها اكشن وفيها كل حاجه حلوه. انما ايه اللي انت عملته ده؟ يعني انت كنت عاوز ايه من التغييرات دي؟ دي النتيجه الطبيعيه للتغييرات اللي انت عملتها، ولا كسبنا ضربات جزاء ولا عندنا حد بيشوط ولا عرفنا نجيب اجوال ولا اي انت لو هتتكلم عن النقطه الاساسيه النهارده اللي خسرتنا من الماتش، اول حاجه التغييرات، تاني حاجه كهربا يعني مش عايز اشيله الليله كلها، بس هو بجد يشيل الليله كلها. ما هي الماتشات اللي زي كده بتقف على الفرصه، تقف على الفرصه اللي هتجيلك في ثانيه كده تخلصها تجيب جول تكسب الماتش. هي الفرص دي، وماتشات قبل كده كتير قوي في النهايات خلصت بفرصه زي دي ضيعها خلاص، وضربات الجزاء بتاعتنا وكسبانين ضيعها. هو كهربا يشيل الليله كلها وكولر يشيل الليله كلها، بجد الاهلي عمل كل حاجه عليه، كهربا وكولر خلاص. كنا عمالين نقول من اول الموسم عايزين لعيبه، اداره الاهلي تجيب لعيبه، مش هينفع نخش البطولات الكبيره باللعيبه دي، ما عندناش دكه. هتنزل مين من على الدكه بعيد عن قفشه؟ يعني نزل رضا سليم ما بيعرفش يلعب، هتنزل كهربا ما بيعرفش يلعب، طاهر محمد طاهر المفروض انه ينزل من على الدكه برده ما يعرفش يلعب. مين هتنزل مين على الدكه؟ ما عندكش حد من على الدكه، ده اللي احنا قلناه من الاول اهو شربنا النهارده. اي حد بيتفرج على الاهلي عارف ان ده هيحصل، لو احنا ما سجلناش في الشوط الاول من اللعيبه الاساسيه خلاص انت ما عندكش بدل، ما عندكش فرقه تانية، ما عندكش اي حد. انا مش مصدق لحد دلوقتي ان هو طلع وسام ونزل كهربا. احنا كمصريين يعني 120 مليون محلل و120 مليون مدرب، ما فيش واحد فيهم ممكن يطلع وسام وينزل كهربا الا كولر. اشرب بقى.